ضمن سلسلة هوة رمضان بغيت نحضر معكم فطائر بواحد الحشوة اللي كتجي رائعة واقتصادية وبواحد العجينة سحرية قطنية. نتمنى تنال الوصفة الاعجاب ديالكم. بالنسبة للمكونات غادي ناخذ المقلاة نضيف فيها بصلة مشلضة، فلافل الوان يعني فلفله خضراء وفلفله حمراء، غنضيف لهم 2 معالق كبار من الزيت البلدية. غادي نشحر هاد المكونات جيدا، نتوما الحشوة على حسب الاختيار ديالكم، ممكن تضيفوا القرعه ولا الخيزو. انا ضفت غير الفلافل والبصله، غادي نشحرهم مزيان فوق البوطه، عاد غادي ندير لهم التوابل. هنا بعد ما تشحرت البصله والفلفله غنضيف التوابل، غنضيف هنا الملح، غنضيف ملعقه صغيره من الابزار، ملعقه مع مرش من الابزار، نضيف التحميره ونضيف سكينجبير، الكمون حتى نضيف الكفتان حيت غنستعمل الكفته انايا في هذه الحشوه. نتوما اي حشوه كتفضلوا تضيفوها. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى طيب. نضيف هنا الكفته، هنا ضفت الكفته ديال لادانت، يعني نتوما لكم كامل الاختيار في الحشوه كما قلت لكم، اي حشوه كتفضلوا تضيفوها. غادي نحاول نوزع هاد الكفته ديال لادانت مزيان باش طيب وتدخل فيها الطياب. هنا بعد ما شحرتها حتى هي مزيان مع الفلافل والبصله كما كتلاحظوا كتجي على هذا الشكل، غنضيف ليها معدنوس. ممكن تضيفوا هنا الصلصه ديال الطماطم، انا ما ضفتهاش كتجي معها حتى هي زوينه. هنا غنضيف المعدنوس، غادي نخلط مره اخرى، نخلط ونطفي عليه ونخليه حتى يبرد. دابا غادي نحضروا العجين. المكونات ديال العجين غادي نحتاج 300 غرام من الدقيق الابيض و100 غرام من الدقيق الفينو. القياس بكاس شاي العنبه. غنضيف لهم معلقه مع مرش ديال الخميره، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح وجوج معالق من الزيت البلديه. غادي نوضعوا الحليب، نضيف الكاس الاول، يعني غادي نحتاج هنا الحليب كاس ونص تقريبا لهذا الكميه ديال الدقيق. غادي نعجنها في العجان، ممكن تعجنوها نتوما في القصريه. غندلكها هنا مزيان تدلك، نوريكم الشكل ديال العجين كيفاش كيجي. كما قلت لكم القياسات اللي خديت الدقيق، القياس كاس شاي العنبه، يعني 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض وكاس من الدقيق الفينو. هذا هو العجين كيجي على هذا الشكل رطب، تدلكات مزيان. غادي نخليوها ترتاح واحد المده تختمر باش نشكلوا منها كويرات اللي غادي نديروا فيها الحشوه. دابا هنا غنضيف الزيت، قطرات من الزيت بلديه، دهنا بها ونخليها ترتاح حتى تختمر، حتى تضاعف الحجم ديالها عاد باش نخدموا بها. هنا بعد ما خمرات لينا العجين ضاعف الحجم ديالها كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. غادي نوضعها على سطح العمل باش نخدم بها، نحاول ندلكها بشويه بهذه الطريقه. غادي نشكل منها كويرات بالحجم صغير. كما كتلاحظوا هذه العجينه كتجي قطنيه ورائعه، العجينه كتجي رائعه قطنيه، ممكن تعتمدوها في المملحات. غادي نشكل كويرات من حجم متوسط. هنا بعد ما كملنا من تشكيل الكويرات من العجين غادي نبدا نبسطهم. كما تلاحظوا نبسطهم على شكل طولي. غنرش سطح العمل شويه بالدقيق، ناخذ واحد الكره الاولى نسطحها بهذا الشكل كما كتلاحظوا في الفيديو على شكل طولي، ونضغطوا عليها شويه من الوسط. غنبسط الكره الثانيه كما كتلاحظوا بهذا الشكل، ناخذ الكره الثانيه نشكلها ونبسطها مزيان بالدلداك، يعني تحاولوا ترققوا العجينه باش من طيب ما تكونش غليظه، ما تكونش فيها اللب. بهذا الشكل كما كتلاحظوا في الفيديو. نستمر على الطريقه حتى نكمل الكويرات كاملين اللي عندي. الحشوه راه خليتها كتبرد باش ما تقطعنيش العجين، خص الحشوه تكون ناشفه من الماء باش ما تقطع لكمش العجينه. نستمر بهذه الطريقه، نضغط من الوسط ونشكلها على شكل طوري. كما كتلاحظوا العجين ما كتحتاجش يعني نرشوها بالدقيق بزاف. غادي نشكل منهم الطريقه كامله، يعني شكل طولي وتكون رقيقه بزاف العجينه باش تجي معكم ناجحه. هنا الحشوه بعد ما بردات غادي نبدا نقاد الحشوه في وسط ديال العجين على الشكل كما كتلاحظوا. نكملهم كاملين. غنضيف تقريبا 2 معالق ونص من الحشوه، يعني خصها تكون الحشوه غالبه على العجينه. نبدا نقرصها من الجوانب بهذه الطريقه باش ما تخرجش الحشوه، يعني على شكل ميني باغيت بهذا الشكل كما كتلاحظوا الفيديو كيوضح نفسه. نقرصها مزيان باش الحشوه ما تخرجش. غادي نستمر نعاود معكم وحده اخرى، نقرصها من الجوانب ونبدا نضغط
نجمع ونضغط من الجوانب حتى نكمل كامل العجين اللي عندي. غادي نستعملهم بنفس الطريقه كلهم بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. يعني العجينه راه كتجي سهله. قرصوا تاني من الجوانب بهذه الطريقه. الحشوه تغلب شويه على العجين. الا كنتو باغيين ديروا الفرماج موتزاريلا في وسط الحشوه ممكن، يعني الحشوه لكم الاختيار. غادي نقرص العجين ونبدا نضغط عليها من الوسط. هنا من بعد ما ساليت العجين اللي عندي غادي ندهنو بصفر البيضه. دهنهم مزيان بصفر البيضه. هنا البيض درت ليه قطرات من الحليب. غادي ندهن مزيان باش نخليهم يختمروا المره الثانيه. العجينه كتجي قطنيه ورائعه، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هنا نرشهم بالزنجلان، ممكن دير لهم بافو. رشيتهم هنا بالزنجلان بعد ما دهنتهم بالبيض. هنا غادي نقطعهم من الوسط هذه الطريقه كيجيو بحال الفطائر التركيه وندخلهم للفران حتى يطيبوا. نوريكم الشكل النهائي في طبق التقديم. هذه الطريقه ممكن ديروها، ممكن تستغناو عليها، واني كيجيو بها زوينين. نوريكم الشكل النهائي بعد ما هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر بعد ما طابوا. خرجتهم من الفران، يعني ملي طابوا ضفت لهم الفرماج هنا موتزاريلا، خليتهم يتصهدوا شويه. نتمنى الفطائر ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم والوصفه ديال اليوم. تحضروهم لمائده الافطار، كيجيو رائعين بالعجينه كما قلت لكم سحريه وقطنيه. جربوهم ما غاديش تندموا. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. ما تنساوناش من اللايك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. في امان الله.